والله أول حاجة أنا بدي قاعد نتعجب، يعني نشوف في اسمي سواء في جرايد ولا مذكورة في التدخل نتاع سي علي الوريمي في آخر البارح في شمس أفا. أنا الحقيقة ما نتابعش لا الإذاعات ولا التلفز يعني ولا نقرأ الجرايد الحقيقة يعني. الموضوع وما فيه لكونه جاءوا عرضوا علي يعني مشاركة في مجموعة تحب تدخل للجامعة التونسية لكرة القدم. يعني الناس هذما يحبوا عندهم مشروع برنامج لإصلاح الكرة في تونس ولا المنظومة الرياضية بصفة عامة في تونس. بالطبيعة يعني كرة القدم يعني عندها دور كبير في تونس ولا في العالم، ونشوفوا كرتنا يعني رجعت برشا المستوى نتاعها، ولازم يعني تصير فيها يعني مراجعة، ولازم تصير فيها ثورة يعني رياضية، ثورة على مستوى القوانين، على مستوى البرمجة، على مستوى الناس سواء في التسيير ولا بالأخص في التسيير يعني عندنا مشكلة. فكان اقتراح من سي ماهر جاني اقترح علي، قال لي رياض رانا نحبوا عندنا مجموعة نحبوا يعني مجموعة شبان ومجموعة تاع ماهر بن عيسى. ايش قولك؟ يعني كفكرة أنا قبلت الفكرة يعني بالطبيعة. أي إنسان يتمنى باش يعني يخدم بلاده، لكن قلت له بشروط يعني شروط اللي يعني لازم نحط شروط تاع نجاح بالنسبة لي أنا، ولا إذا كان مش نخدم وما ننجحش من المستحسن ما نخدمش يعني. لأنه إنسان فما سمعة فما ناس يعني تخطر لك نظرة إيجابية. أنا إلى حد الآن نحب نبقى ما نخدمش خير من نخدم وننجم نسبب الروحي مشاكل، حتى ولو نبدأ عندي مبررات العباد ما تسامحنيش. فقلت له لازم نشوف البرنامج ونشوف المجموعة زادة اللي باش تخدم. إذا كان مجموعة نلقى روحي معها نتفاهم علاش لا، وإذا كان البرنامج يليق باش نخدم وباش نضحي وباش نحاولوا نعطيو أقل ما يمكن لبلادنا علاش لا. قال لي باهي تو نمديوك يعني بالتفاصيل وبالبرنامج والحقيقة ما عاودش رجع لا اتصل بيا ولا جاني. وكان نفس الشيء صار مع زبير بيا. يعني أنا قابلت أنا زبير وأنا شيعته للمطار وتقابلوا معي في المطار، تقابلوا معي كيف نص ساعة يمكن، وعرضوا علي الموضوع. وزبير كان ممكن جوابه كيف جوابي بالضبط، بالرغم ان احنا لا تفهمنا شنو باش نحكي ولا حتى شيء، خاطر هو حكى معاه ومن بعد اتصل بي قال لي راه هكا وهكا. فنحن نتشاوروا، نحن اصحاب ونتشاوروا حاجه ذي حتى ككل الرياضيين تخص كل الرياضيين. ومن بعد تقبلت انا وسي شهاب بالخيريه اللي هو صديق، وحكينا يعني اميكالمون، حكينا راه هكا وهكا ونحبوا الناس كل تحب. الجمهور الرياضي التونسي في حد ذاته ينتظر في تغيير، ويحب يشوف وجوه جديدة، يحب يشوف ناس تخدم الرياضة بحق وتنجح في الرياضة. لأن حاليا الإدارة هذه يعني ما نجحتش، هناك 6 مواسم ولا 7 مواسم يعني، فما إخفاقات كبيرة ولازم يصير تغيير. المفروض الإنسان اللي ما نجحش يحاول يخلي بلاصته غيره، هذه هكا يعني القواعد في العالم كل. يعني الناس مجموعة تدخل ساعات ناس تخلى على كرسي نتاع رئاسة ولا رئاسات حكومة، لأن صارت إخفاقات. نحن في تونس على كرسي لكرة القدم وللجامعة يظهر لي باش تحفي الأرواح، وهذا شيء مخجل يعني. في نفس السياق سيريا ترشي أنه ممكن التاريخ نتاع انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم مش في وقته، بحكم أنه فما جمعيات مازالت تلعب، يعني فما حسابات نجم نقول. طبعا هو لعبة الانتخابات هي ماهيش بالضرورة الأجدر هو اللي باش ينجح في الانتخابات. الناس كل تعرف الشيء هذا. يعني إذا كان انتخابات الجامعة ترتكز على رؤساء الجمعيات بالأخص، يعني فما جمعيات القسم الوطني A وقسم الوطني G، قسم الوطني B، يعني
اكيد يعني الرؤساء هذوما يتاثروا بنتائج، ويتاثروا بتعيينات، ويتاثروا بامور ماديه تنجم تصير اغراءات، تنجم تصير وعود، تنجم تصير برشا حاجات ما تخفاش على الجمهور الرياضي يعني. فلو كانت الانتخابات حسب رايي تكون في اخر الموسم، او اللي نزل امور واضحه، واللي صعد للقسم اللي من بعده، يعني تكون يمكن الرؤساء عندها الحريه اكثر، الاختيار يكون اصح، وما تكونش اختيار على وعود زائفه ولا وعود قصيره المدى. تكون عن قناعه يختاروا المكتب اللي يراو فيه تغيير، يراو فيه مستقبل احسن، يراو فيه اصلاحات يعني احسن. حسب رايي لعبه الانتخابات يعني الناس كل قرأت على حسابها، والانسان اللي يعرف اللي نجح مرتين ينجم ينجح مره ثالثه، لانه عنده ديجا التونيل نتاعو، عنده علاقاته، وعنده دارس اموره جيدا. ومع الاسف يعني هكا ما نجموش نتقدموا. من المستحسن كانت الانسان كي يخدم وما نجحش، ولو حتى هو كفء، ولو حتى هو عنده الامكانيات، ساعات الظروف ما تسمحش، والا تصير عكسيات على مستوى النتائج. عكس يعني الانسان اللي يبدا عنده ثقه في روحه، ماهوش عيب الانسان اللي يخدم وما ينجحش راهو ويخفق. بالعكس تكون شجاعه منه لكونه يجي يعلن لكونه انا راني خدمت وحاولت، ومكتبنا حاول، ومجموعتنا حاولت. على غالب ما وفقناش ربي، ممكن نجم يكون الاخفاقات حتى تكون خارجه عن نطاق، وساعات مشاركه في كاس عالم ولا في كاس افريقيا نجم يحكم فيها حكم، والا يعني برشا حاجات يعني مش بالضروره لازم يكون المكتب هو اللي ما كانش. سيديات نحن نمشيو للحلول. هل ترى انه parmi les solutions اللي موجودين توا الانتخابات تكون يعني تحت اشراف سلطه الاشراف اللي هي وزاره الشباب والرياضه؟ اسكو يكون هذا حل بالنسبه للانتخابات القادمه للجامعه التونسيه لكره القدم؟ والله المنطق يعني يفرض روحه، يعني ما نجمش يكون جامعه تسير، مكتب جامعي يسير في منظومه الكره في تونس، هو اللي يحط مجموعه تشرف له على الانتخابات، هو داخلها. يعني المفروض يعني يا اما اللجنه الاولمبيه اللي هي في العالم اجمع، اللجنه الاولمبيه هي اللي تنظم وهي اللي تسير كل ما يخص الجامعات، كل ما يخص الرياضيات سواء الفرديه ولا الجماعيه. مع الاسف نحن الكوميتي اولمبيك في تونس مغيبه من يعني عندها قرون، ولحد الان ما هيش تلعب في دورها الاساسي والحقيقي. كذلك نحن الرياضه في تونس تلعب دور سياسي اكثر منه دورها الحقيقي اللي هو رياضي اجتماعي. نشوفوا نحن اغلبيه الرؤساء يعني ينشطوا سياسيا وينشطوا رياضيا، والرياضه هي بوابه للسياسه. واذا كان خلطت الرياضه بالسياسه ما تنتظرش باش تشوف تقدم في الرياضه على المستوى الرياضي. نحن سياسيا بلادنا مع الاسف تعبه سياسيا ورياضيا، ولازم يصير فك الارتباط ما بين السياسه والرياضه، ويخلي الرياضه للرياضيين والسياسه للسياسيين، وكل انسان يقوم دوره. ونتمناه النجاح في السياسه وفي الرياضه وفي الاقتصاد، وبلادنا في حاجه الى نجاحات ليس الى اخفاقات. نحن حاليا نعيش في ظروف صعيبه على جميع الاصعده، اجتماعيا واقتصاديا. الرياضه نجم تلعب دور مهم جدا في بلادنا، من ناحيه التوعيه، من ناحيه التنفيس على المجتمع، من ناحيه يعني دورها ايجابي جدا. لكن حاليا واذا كان ما يتمش استعمالها وتوظيفها توظيف صحيح، اكيد نجم تلعب دور سلبي. وحاليا يعني ماهيش يعني توظف كما يجب. وان شاء الله يعني ان شاء الله الرياضه يعني تخدم البلاد هذه، وتحاول تحقق نوع من بصيص امل كما كانت قبل. يعني كانت بالرغم يعني كورتنا مسيسه، وكانت مسيره من اعلى الهرم في تونس، لكن كانت حققت نجاحات نجم تكون الى حد معين يعني مرضيه، من حتى من
قبل الجماهير الرياضيه على الاقل يعني ان شاء الله كورتنا تتحسن، وبالاخص يعني واحد يخمم على الاجيال القادمه اللي هي بصراحه حاليا يعني براسك بمستقبل نوعا ما مظلم يعني. نختموا حوار سي رياض البوعزيزي. يعني بصراحه فما ديزيكو العدد من اللي سمعوا اسمه يمكن مع القائمه تاع سي علي الوريمي فما برشا تفاعلات ايجابيه، فرحانين انك انت باش تكون موجود في القائمه هذيا. يعني يمكن كلمه تتوجه بها للشارع الرياضي حتى فما يعني تفاعلات من اللاعبين قدم فرحوا بوجودك في القائمه هذيا. كلمه اسكو باش نشوفوا رياض البوعزيزي مع علي الوريمي عن قريب في الانتخابات الجامعه ولا لا؟ شوف، اذا كان انا كما ذكرت لك يعني شاوروني ومن بعد انقطع الاتصال، كيفاش نجم نكون معاه؟ الانسان عطيت يعني الموافقه المبدئيه وليت نشوف في اسمي في جرايد وفي تصريحات، انا هذا ما نحبوش، لان ممكن انا الموافقه ذيك يعني مربوطه بشروط كما ذكرت، لكون نشوف البرنامج ونشوف الاشخاص ونشوف المجموعه، ومن حقي هذايا يعني لن نجري على منصب ولا نجري على شهره ولا نجري باش ننال الفلوس ولا شكر ولا حاجه. نحب نبقى في المرتبه اللي انا فيها حاليا حتى في قلوب الناس اللي تحبني، خير ما نخسر روحي ونخسر الناس اللي تحبني. اذا كان فما عمل ايجابي وفما عمل صادق يخص بلادنا، فانا باذن الله ما نبخلش به. ما اذا كان انا باش يكلموني على اليمين وعلى اليسار ويخلوني كاكا ومن بعد يعملوا مشروع انتخابي، انا حبيت نشوف المشروع الرياضي مش المشروع الانتخابي. هما حاليا حطوني في مشروع انتخابي وانا دايما ما نرضاش به وما نحبوش، وما نتصورش روحي نجم نكون مع المجموعه هذه. يعني مع كل احترامي لسي علي الوريمي هو صديق، لكن مشروع انا نحب نخدم في مشروع، مانيش نحب نخدم مع اشخاص، وكذلك مانيش عمله انتخابيه. انا عرضوني برشا عباد يسالوني هيا ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله انا هي قائمه وكذا، قلت لهم انا راني مازلت مانيش في حتى قائمه، خاطر حقيقه انا زاد ما نمشي نكون في بيرو فيدرال. انا انسان ولد ميدان، ما نجمش نكون في اداره ولا في مكتب. كان تفسر لنا شنو الفرق بين مومبر فيدرال والا رجل ميدان اون تيران؟ انا لعبت كلاعب، وخبرتي كل في الميدان ليس في وراء الميادين. ما نتصورش ان كوني نفيد مثلا في كوره في مكان اكثر منه الميدان، بالاخص يعني سواء مع المجموعه سواء فنيا والا حتى للتاثير والاحاطه ثم كذلك حاجات اخرى اللي هي استراتيجيه تنجم تكون انسان تنظيم يعني اختيار الاماكن التربصات اختيار الاماكن للتربصات. فما العديد من الحاجات، يعني نجم يكون لونكادرور نتاع سواء شي يكون فنيا مدرب ولا مساعد مدرب ولا تكوين شبان والحاجات هذاك كعمل فني، والا ينجم يكون انسان مع مجموعه اللي هو همزه وصل ما بين البيرو فيدرال والمكتب الجامعي والملاعبيه، اللي هذا يعني دور ماهوش موجود نحن عندنا في تونس، لكن في الكره المتقدمه في العالم موجوده. ينجم انسان تكون فيه مواصفات معينه ينجم يقوم بالرول هذا، لان فما ساعات ما فماش كومونيكاسيون ساعات ما بين الملاعبيه وما بين المكتب الجامعي، وهذا يؤدي الى تشنج والى توتر والى خساره بعض المباريات. يمكن الجمهور ينجمش يتصور الحاجه هذه تنجم تتسبب، بالعكس الحاجه هذه بسيطه لكن هي مهمه جدا وتنجم توتر اجواء كامله نتاع منتخب. فانا ما نراش روحي في مكتب جامعي ولا في اداره ولا في اجتماعات، بالعكس انا نرى روحي ديما مع الملاعبيه نجم نتكلم معاهم، نتكلم عليهم، ندافع عليهم ديما كملاعبي، خاطر ونوضح وجهه رايهم مثلا المكتب الجامعي، والمكتب الجامعي نوظف
نوضح لهم يعني فكرته صحيحه اذا كان مش يكون صادق الى حد معين يعني. بالطبيعه اذا كان يخل بواجباته ولا بوعوده اكيد باش نكون مع الملاعبيه، واكيد اول حاجه نعملها كوني نغادر ونقدم استقالتي يعني. فانا مش باش نخدم لاني حاجتي باش ناخذ شهري ولا حاجتي باش يعني نتشهر، ولا بالعكس نحب نخدم، نحب نكون صادق، ونحب نكون زاد عندي كرامتي وعندي شخصيتي، ونجم نفكر ونجم نقترح ونجم نساهم ونجم نقول ايه ونجم نقول لا ونجم نناقش، ومانيش شكل باش نكون انسان ياخذ لي زوردر من الناس الفوقيه يعني نفذ وبس. بالنسبه لي انا اذا كان نبدا باقتناع ننفذ ونخدم نسمع الكلام، واذا كان يعني ما فماش قناعه وما فماش حاجات تنجم يعني تقنعني 100% ما نجمش نقوم به العمل هذا. ف يعني المجموعه لازم توفر فيها عديد شروط فنيا. المكتب الجامعي لازم يكون فيه برشا شروط، وبالاخص اول شرط هو يكون شرط الصدق ومحبه تونس، يعني بدون يعني تمثيل لا بدون تمثيل، لان الناس كل تراها كونها تحكي كونها تحب البلاد تحب الشعب والشعب ونحن نشوفوا اكثر العباد يعني مع الاسف يعني العباد تستعمل فيها في حملاتها الانتخابيه وتستعمل الشعب كحاجه وقتيه، ومن بعد ما عادش تشوف الشعب هذايا يعني كان في اللسان الشعب في القلب وفي الحقيقه ما فما شيء. وانا بصراحه مانيش نحكي على اساس انا وطني اكثر من غيري، لكن والا انا نحب الناس اكثر من غيري، لكن انا على الاقل البلاد هذه عندها افضال عليا، ولولا فضل بلادي وفضل الكره عليا ما كنتش في المرتبه اللي انا فيها تو. الحمد لله هذا الفضل لربي سبحانه، فضل بلادي. نحب نرجع لبلادي حاجه نقدر نعطيها، يعني انا ما نراش روحي في اداره، نرى روحي في الميدان اكثر. وان شاء الله نتمناو اللي باش يخدموا البلاد يكونوا صادقين، ومش بالضروره باش يكون متواجد لا رياض لا غير رياض. اكيد اللي باش يكونوا موجودين وخاصه الناس خدمت في الكره اكيد يعني اذا ما يعاونوش برشا ولا ما يفيدوش برشا يفيدوا شويه. اذا كان يحبوا بشروطهم هم اللي ما تفيدش، لا تفيدني لا تفيدهم ولا تفيد المجموعه بالطبيعه ما تفيدش الكره. فنحب نكونوا مش بعاد ونتفرجوا ونتمنوا التوفيق ونشجعوا من بعيد لبعيد، ان شاء الله ربي يوفقهم. شكرا لك. شكرا.